نبدأ بعريسهم وأشهرهم على الإطلاق. إنه منير الرماش، الشاب الملياردير التطواني الذي تحول بقدرة قادر من شاب بائس يبيع السجائر بالتقسيط في أسواق تطوان الشعبية إلى أغنياء المملكة المغربية وهو دون 30 عاما. كانت أول صورة تنشر لصديقنا منير تعود إلى عام 1987 في أحد أعداد مجلة ماجد. في ذلك العام ظهر في صفحة أصدقاء ماجد طفل مغربي يدعى منير الرماش في محياه ما فاض من براءة وخجل. لم يكن يخطر في بال متصفح المجلة أن هذا الوجه الطفولي البريء سيتحول إلى خليفة بابلو إسكوبار في قارة إفريقيا. في قرية بني يونس نواحي مدينة تطوان شمال المغرب، رأى منير النور لأول مرة في عام 1973 لأسرة فقيرة حالها حال أغلب سكان القرية المعزولة إن لم تقل المنسية. لم يكمل منير تعليمه وهاجر إلى مدينة تطوان هناك ليبحث له عن عمل. أجمع أصدقائه أنه كان يبيع السجائر في أيامه الأولى في تطوان، وأجمع أيضا أن الرماش كان نابغة وشجاعا. فيما بعد صار منير يبيع بموازاة السجائر كميات قليلة من مخدر الحشيش لزبنائه المدمنين. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ ما حدث بعد ذلك يكاد لا يصدق. ففي غفلة من الجميع انطلق منير كما ينطلق الضوء في الفضاء، ثم صار الشاب الفقير في الأمس يلعب اليوم بالملايين. وبات الجميع في شمال المغرب يعرف ذلك الشاب الوسيم الأنيق الذي يدعى منير الرماش. يحكى أن منير الرماش كان يشتغل لمصلحة أحد كبار تجار المخدرات في مدينة تطوان. إلى هنا كل شيء يبدو طبيعيا، لكن ما الذي أقلع بالرماش فجأة؟ هل انقلب على سيد ونهش فيه؟ لا معلومة مؤكدة في هذا الصدد، ولا يعرف حتى هوية من كان منير يشتغل معه. ما يساع أن منير بدأ حياته الإجرامية بتهريب المخدرات إلى إسبانيا، وبسبب ما يكسب من دهاء وذكاء استطاع في وقت قياسي أن يكبر في تجارته ويحظى بصفقات خيالية مع تجار المخدرات في أوروبا، ثم يقوم بتبييض الأموال واستثمار أموال تجارته الممنوعة في مشاريع كبيرة في المغرب وأوروبا، حتى استطاع أن يدخل في مشاريع عملاقة مع رجال أعمال مغاربة وإسبان كبار. هكذا بات الشاب الذي لم يلحق سن 30 بعد ملياردير معروف في شمال المغرب، وبالأخص مدينة تطوان التي كان فيها الرماس سخيا مع فقرائها، ولم ينسى حياته الفقيرة السالفة. وعرف على منير أنه يقدم مساعدات ضخمة لا تقدمها حتى الدول لفقراء شمال المغرب، مما جعل بعض الأحزاب السياسية تلجأ إلى نفوذ الشاب في الشمال لكسب أصوات المنتخبين. عاش منير حياة باذخة، وأي إسراف للمال كان فيه في صيف يظهر في البحر يخطو الرماش ويظهر فيه الشاب محاطا بحراس أمنه الشخصيين. أما عرس ابن خاله فقد جعله منير باذخا أسطويا في مدينة تطوان. حضرته فرقة الموسيقية إسبانيا، وكذا المغني اللبناني وائل جسار، وفرق موسيقية محلية، إضافة إلى رجال أعمال وشخصيات معروفة. وهنا قد يتساءل المرء: أين الأمن وجواسيسهم؟ لما ترك منير هكذا والكل يعرف أن مشاريعه قادمة من تبييض الأموال، وأن الشاب الشجاع يغرق أوروبا وإفريقيا بالمخدرات؟ ألا تعرفون الجواب؟ تماما كما حدث مع بابلو إسكوبار، فقد تورط مع الرماش رجال سلطة ذو نفوذ، ويزعم حتى أن بعض الرجال القصر لهم علاقة بالشاب التطواني. هكذا هي لمحة في حياة منير الرماش التي كانت وما تزال غامضة يكثر فيها القيل والقال، حتى أن فريقا آخر يعتقد أن الرماش لم يكن يوما كما يظن بعض الناس، ولا هو فاحش الثراء ولا شيء من ذلك، بل تم توظيف الشاب كواجهة لأحد أباطرة المخدرات أو حتى مافيا دولية تتاجر في الممنوعات، وانغمس معها الشاب التطواني حتى قاموا بالتخلص منه وجعله كبش فداء. إلا هذا التحليل لم يلقى التوافق الكبير، كون منير الرماش لا يظهر عليه أنه مجرد بيدق يتم تحريكه، بل أذكى بكثير بشهادة أصدقائه ومن لهم بالقرابة به. لا حال يدوم، وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. في صيف عام 2002 سقط منير الرماش في يد الأمن، كما لم يتوقع في أكثر كوابيسه هروبا.
فالشاب يظن أن له نفوذ في جهاز الأمن المغربي وكبار السلطة في الجهة متورطين معه، لذا فهو محمي من أصفاد الشرطة وبرودة الزنازين، ويعتقد أن أي خطر قد يهدده فسيتم إعلامه في الحال حتى يغادر المغرب قبل أن تتلاشى شمس ذلك النهار. صرخ منير أثناء استجوابه: أريد أن أتصل بفلان وعلان، أين وكيل الملك؟ أين ذاك وأين الذي؟ كأن لا أحد يعرفه. أن الرماش ليس هو ذلك الرماش، لقد صار مثل متشرد تم انتشاله من شارع في آخر الليل. رد عليه الضابط: القضية أكبر مما تصور يا منير، لقد انتهى أمرك. بعد أن سمع منير سبب اعتقاله أغلق عينيه وأيقن أن النهاية قد أقبلت، فهو بحاجة لتحقيق المعجزة حتى يستيقظ من هذا الحلم المفرط في بشاعته. سيناريو توقيف منير الرماش ينقسم لروايتين. الأولى تقول أن في أحد أيام آب اللهاب من عام 2002 كان منير يتمشى برفقة صديقته الهولندية على مقربة من شاطئ مارينا سمير قرب مدينة المضيق، حتى خرج لهما المتطفلين وقام باستفزازهما وهم حتى لا يدرون من يكون. فما كان من الرماش إلى أن أخرج مسدسه وأطلق عليهم الرصاص ليرسل أحدهم إلى مستودع الأموات. في نفس اللحظة كان الملك محمد السادس يقضي عطلته في إقامة قريبة، حيث أطلق منير بعض الرصاصات فسمع دويها الملك وأمر بفتح تحقيق، وهكذا تكلف بالأمر مدير أمن القصر شخصيا. الرواية الثانية قريبة من الأولى، حيث يقال أن عصابة منير الرماش كانت تتبادل إطلاق النار مع عصابة أخرى على مقربة من إقامة الملك في أحد شواطئ مدينة المضيق، ووصل دوي إطلاق النار لمسامع الملك والتتمة نفسها كما سردناها في الرواية الأولى. كيفما كان الحال، ألقي القبض على منير الرماش وكل المتورطين معه، ومن بينهم رجال السلطة نافذين، ليجد منير نفسه أمام تهم من الوزن الثقيل كفيلة بأن ترسله إلى ما وراء الشمس: التجارة الدولية بالمخدرات، حيازة الأسلحة، تبويض الأموال، التصفية الجسدية. أثناء محاكمته قال منير إنه يريد مساعدة المغرب وإقليم تطوان تحديدا، وأن بإمكانه دفع بعض ديون الدولة. الكلام هذا أثار الأقلام الصحافة التي بدأت تعطي أرقام خيالية تزعم أنها رؤوس المال التي يملكها الرماش. ويذكر أن محاكمة منير استقطبت اهتمام الرأي العام المغربي والأوروبي. في عام 2003 أصدرت المحكمة على منير الرماش حكما قاسيا بسجن 25 سنة نافذة، وما يزال يقضي عقوبته السجنية إلى ساعة كتابنا مقال هذا. وقد تم الحجز على كل ممتلكات الرماش وعاد إلى نقطة الصفر درهم. اليوم يستحضر التطوانيين بن مدينتهم بالحسرة على الشجاعة والدهاء التي وظفها منير في غير محلها. منير فقد كل شيء إلا لقب واحد، ألا هو كان أصغر ملياردير في تاريخ المغرب وربما إفريقيا بأكملها. 29 سنة كانت كافية للرماش أن يجمع فيها مصائب الدنيا والدين